النهارده جايب لكم فيديوهات كتير ومتنوعة. يعني مثلا الفيديو ده بيوريكي ازاي تتخلصي يعني تداري لسعة النار او اي حاجة مثلا بوظت هدوم عندك. بيوريكي ازاي تداريها بشكل جميل وبشكل شيك جدا. وبص يعني ومنتهى السهولة. شوف ازاي هيبقى شكلها اتدارت وكمان عملت لها شكل جميل جدا وبسيط وممتاز. بصراحة انا شخصيا عاجبني جدا. الله، فعلا جميل. الفيديو ده بقى لو عندك اي شبشب بصباعك كده زي حالات الاخ ده وملوش لازمة عندك وقديم، ممكن تقدري تحوليه برضو لشكل احلى من الاول ومش هيكلفك كتير وبسهولة. بص ازاي الخطوات كلها سهلة وبسيطة واي حد يقدر يعملها، بس يركز بقى. يا سلام، حول لشبشب فرعوني ده. شوف ازاي، والصباع رجع برضو زي ما احنا حابين وزي ما احنا عايزين. جميل. طب والله شكله جميل من قبل ما يعمل فيه اي حاجة. شوف هو متمكن ازاي من الحركات اللي بيعملها. يعني هي انا شايف الموضوع سهل جدا وغير شكله فعلا. بص ازاي، ما تحسش هو ده الشبشب اللي انت كنت ملقحه في اي جزامة ولا تحت السرير ولا في اي حتة. خلاه ولا كأنه جديد، وكمان شكله احسن من الاول. شوف، طب والله شكله تحفة، شكله تحفة اكتر من الاول. الله، يا رب رزمة زي دي، رزمة زي دي من الاخضر وحياتي كلها تتغير. اقسم بالله حياتي كلها تتغير. ومعانا الاخ ده طالع من صباح ربنا بقى، ومعرفش مختار الحتة المقطوعة دي ازاي، قال عشان يصطاد منها سمك. طب يعني يا فتحي ازاي هتلاقي في حتة مقطوعة زي دي سمك يعني؟ ادينا قاعدين معاك يا سيدي نشوف اخرها. انا شايف ان في حاجات بتلعب في المية. ايه ده؟ معقول؟ معقول المنطقة دي يكون فيها سمك فعلا؟ ده حتى شوف شكل المية ازاي. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا نصح يا ولا، نصح يا ولا، واخترت المكان الصح. شوف ازاي. ايه ده، انت كهربت المية ولا ايه؟ السمك طالع يتنطط من الفرحة من اول ما رميت شبكتك الجميلة بقى. ما شاء الله ما شاء الله. لا وسمك نضيف يفتح النفس. مع ان شكل المية يعني ما تقولش عليها مية صرف صحي. بس شوف السمك، خلينا نبص للجانب المشرق في الموضوع. يا خلاصي، ايه الجمال ده، ايه النظام ده. شوف، شوف عارف ازاي يتصرف ويحط كل حاجة مكانها. طب والله العظيم الطائر ده انضف من ناس كتير، مرتب وعارف ده يحطه فين وده يحطه فين. يا ترى فيها ايه دي؟ ايه يعني ايه اللي مليانة بيه الشبكة دي؟ معقول يكون كل ده سمك؟ يكونش حوت ولا سمكة قرش؟ الله أكبر ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله ده؟ الله أكبر. مش عارف بقى أنا الست دي ايه هو المسحوق اللي هي بترشه ده، بس واضح انه مسحوق نينجا يعني. شوف، شوف هتنضف المكان ازاي. انا مش عارف المسحوق ده عبارة عن ايه. ده يعني مسحوق مفيش اقوى منه. بص، بص يا معلم شوف النظافة. بص يا ست انت وهي.
بيطلع عينيكوا في تنظيف البوتاجازات وإزالة الدهون وإزالة الأوساخ. بُص دي يا دوب كده ما أعرفش إيه هي المادة أو البودرة اللي بترشّها دي وما شاء الله. عايزين بقى يا بنات نجيب الحاجات اللي زي دي، بس منين ما أعرفش. حد يعرف بقى البودرة دي اسمها إيه؟ لأ نينجا، نينجا يعني. طب والله يا ريت في منها فعلًا. دي حاجة جميلة جدًا، شوف إزاي لمّعت الدنيا ونضّفت وخلّت إيه. طب بُص، بُص يا معلم، شوفي يا ست هانم يا اللي بيطلع عينِك في المطبخ. بس طبعًا إحنا كستات يعني، كستات مصرية ما ينفعش تسيبوا المنظر ده، ما ينفعش مطبخِك وبوتاجازِك ولا فرنِك يبقوا بالمنظر ده. الست المصرية حاجة تانية برضه. طب ده منظر ده؟ رغم ذلك هاموت وأعرف إيه نوع البودرة دي والّا المسحوق اللي هي بتحطه. شوف بقى البوتاجاز الصغير ده خلّيته شكله إزاي بعد ما كان شكله إزاي. يعني يا دوب بتحطوا المسحوق ده أو المادة أو البودرة دي وشوف، شوف النضافة. ده أنت أجدعها ست وأنضفها ست مش هيعرفوا يوصلوا للنتيجة دي مهما عملوا. أنا هاموت وأعرف إيه ده، يكونش برسيل. ما هو مع برسيل ما فيش مستحيل، بس برسيل إيه اللي يبقى بالمنظر ده؟ أكيد دول كوريين ولا صينيين، الحاجات دي ما تطلعش برّه منهم. ما شاء الله، بترجّع الحاجة بتلمع. ده كمان ينفع للهدوم. إيه ده؟ لأ ده مسحوق نينجا فعلًا. ما تنزّلوا لنا منه في مصر يا جماعة في إيه؟ ما شاء الله. في غسالة، في مَيّة، في بوتاجازات، في دهون، في أرضيات، شغّال. 7 في 1. شوف الكوتشي شكله قذر إزاي. أيوه، يا دوب بس كده يعني. الله أكبر. يا جماعة ما حد يقول لنا في الكومنتات المسحوق ده اسمه إيه والّا المادة دي اسمها إيه والّا بودرة العفريت دي اسمها إيه، نجيبها. ما شاء الله. إيه ده؟ الناس دي ما عندهاش لا مريء ولا معدة ولا أي حاجة ولا بلعوم، بتزلط وخلاص. حد ياكل البصل بالطريقة دي؟ ده إحنا الست عندنا لمّا بتقطّعه يعني بتقلبها مناحة. شوف الدبوس بيحطه إزاي. مفيش، ما عندوش وقت. أيوه، ابلع، ابلع على طول. ابلع، ابلع، ما انتوا أرواحكوا دي ملهاش ناس تسأل عليها. متهيأ لي الواحد لو أكل حتة منه كانت وقفت في زوره، لكن ده اديها يا معلم اديها، اديها ما تحرمهاش. تخلص على الوجبة في دقيقة. دقيقة كان أنهى على كل حاجة قدامه. مش عارف بقى ايه اللي جنبه ده. ايه ده؟ ايه ده بصل اخضر ومتبلينه ده ولا ايه؟ بياكل حاجات غريبة. يا اسطى بالراحة خد نفسك شوية، خد نفسك. قرقش بقى الأطباق دي ولا الصينية اللي قدامك دي بعد ما تخلص. قرقشها ولا أقول لك ابلعها. ازلطها كده مرة واحدة. والنهارده يا بنات هنروح بقى ايه جولة سريعة في البيوتي سنتر. أنا مش فاهم هي بتعمل ايه، هتشيل شعر دماغها دي ولا ايه؟ اتحملت الوجع ده ازاي؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ تتحملي الوجع ده كله ليه؟ ماله شعرك ما هو جميل اهو. يخرب بيتك. وده واحد بقى بيمثل ان هو عاجز وان هو وقع في الطريق. شايفين كمية اللامبالاة والتجاهل؟
هي الناس دي ما عندهاش رحمة كده للدرجة دي؟ إيه ده؟ وينادوا بحقوق الحيوان والإنسان عندهم متمرمط. شوف الباردة دي اللي عمالة تضحك، شوف، ولا كأن في حاجة حصلت. بيطلب منه يساعده وهو قاعد بص، لا لا لا، حس على دم أهلك وقوم ساعده. شوف، يا ربي، ده لو في دولة عربية كنت لقيت بص 200 واحد في ثانية كده جايين يساعدوه. يدوب أهو الخير شوية في الأطفال والأجيال اللي طالعة عندهم، أهو شوية أطفال صغيرين هم اللي جو ساعدوه، والباقيين مفيش عند أهلهم دم.